بسم الله الرحمن الرحيم. خليني أكلمكم النهاردة على قضية شغلت الرأي العام. فتاة الأتوبيس اللي كان في واحد متحرش تحرش بيها وكده، وهو خد براءة والموضوع انتهى وكل حاجة. بس أنا كنت عايز أناقشكم النهاردة في المنظور الاجتماعي بتاع الموضوع دوت ونتناوله تناول اجتماعي. ان انت في بعض الناس كانت بتشجع الراجل ده وكانت خايفه، ما واقفه وراه وواقفه في جنبه، ويقولوا البنت انت لابسه لي بنطلون محزق ولابسه لبس وحاطه ميك اب ومش عارف ايه وحاطه لي حلق في ودنك، ايه المنظر اللي انت عاملاه في نفسك وايه اللي مش عارف ايه. ليه الانتقادات تتوجه للبنت اساسا؟ ليه؟ يعني هي من حقها تلبس وتعمل اللي هي عايزاه، ده حريتها الشخصيه. الى جانب ان ما ينفعش ان احنا نبروز متحرش، حتى لو بس فوجئت اثناء الوقائع ديت ان هو بقى بيستضاف في قنوات فضائيه وبتاع. ايه الباشا كتبتوا الجوب تايتل ايه تحت الاسم بتاعه؟ المتحرش فلان الفلاني معانا في صحبتنا النهارده. انا استغرب جدا من الطريقه دي ان القنوات بروزته. فيعني احنا بدل ما خلاص هو خد براءة فيحمد ربنا وبتاع، تحول الى بطل اجتماعي. انت ده اساسا المجتمع، انت حضرتك سيادتك بتدافع عنه ليه؟ هو انت جواك متحرش صغير فخايف عليه لا يتحبس لو عملت زيه كده مثلا ولا حاجه؟ خلينا يعني انا استغربت جدا ان الرجاله بتدافع عنه وبتاع وفرحانين جدا انه خد براء. ليه؟ يعني احنا لازم نقف جنب السيده المصريه والبنت المصريه ونخلينا آه استوصوا بنسائكم خير. مفيش داعي ان احنا نكسر بخاطرهم. فانا بسجل اعتراضي على البيهيف، على طريقه التعامل المجتمعي مع الظاهره. احنا لازم نتعامل بجديه اكتر، حتى لو هو خد براءه هو او غيره. احنا لازم نكون في صف المراه لانها مخلوقه ضعيفه، وناخد بايدها لحد ما تشعر بالامان المجتمعي. فخليه ده مبدأنا دايما. احنا مصريين عندنا شهامه وعندنا مروءه وعندنا عادات وتقاليد، خلينا نتمسك بيها. شكرا.